هنعمل الكشري المصري بتكات هتفرق معاكي ومش هياخد معاكي وقت. اول بالصلصه معايا عصير طماطم و3 معالق صلصه برطمانات جاهزه، ومعايا خل وكمان توم مفروم، توابل، ملح ورشه بسيطه من السكر عشان الحموضه، وكزبره وفلفل اسمر وكمون. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي على النار. حله على النار هحط فيها زيت نباتي وانزل بالثوم المفروم، اقلبه كده معايا ويطلع الريحه بتاعته، مش عايزاه يتحرق معايا، يا دوبك يحمر بسيط. اضيف لهم معلقتين الصلصه الجاهزه، والمعلقتين هنا بيدوا طعم ولون حلو قوي للصلصه. وهنزل بالخل وكمان عصير الطماطم والتوابل. التوابل هنا الكمون والفلفل والكزبره والملح. المكرونه انا معايا مكرونه صغيره مرمريه وكمان بسباكيتي هقطعها واقصها على 3، اكسرها بالشكل ده، ويكون معايا حلة على النار فيها مية بتغلي. المية هنا ما فيهاش الا ملح ومعلقة زيت، اسيبها لغاية ما تتسلق. وهي استلقت معايا كده هطفي عليها واصفيها. جاهز للرز. انا هنا بعمل العدس والرز في حلة واحدة، وبعمل العدس ضعف الرز. هنشوف ازاي. انا بحط الرز والعدس مع بعض وبغسلهم، وفي حلة على النار ابدا اضيف الزيت وابدا احمر الشعرية. لو تلاحظوا حلة المكرونة موجودة وكمان حلة الصلصة. هنزل بالشعرية. هنعمل الكشري مش هياخد معانا نص ساعة، هسيبها تتحمر. تاخد لون كده اصفر غامق. بالشكل ده تاخد معانا اصفر غامق اهو كده. خلاص هبدأ اضيف الرز والعدس المغسولين. بيطلع مفلفل والعدس كمان بيبقى حلو. جربوه في حلة واحدة بتبقى حلوة قوي. ابدأ كده اشمعهم مع الزيت مع الشعرية. هنا انا بضيف بقى معلقة بتفرق معايا في طعم الرز، اللي هي الكمون. معلقة كمون صغيرة بتدي نفس حلو قوي للرز الكشري. جربوها هتفرق معاكم. وهحط ملح. اقلب الرز تقليبه كده، وبعد كده اسقيه الميه بتاعته. وعلى فكره الميه دي انا بحطها كمان من الحنفيه، مش لازم احطها ميه سخنه، وبيطلع مفلفل وجميل. هنا انا بزيد عن الرز بمقدار عقلة صباع او عقلة ونص كده، حاجة بسيطة بالشكل ده. وبسيبه لغاية ما يتشرب ميته وابدأ اهدي عليه. هغطيه بقى دلوقتي واسيبه لغاية ما يستوي. الحمص بطعمه بمعلقة صلصة وكمون وملح، واسيبه يستوي لغاية ما يستلق معايا. والرز اهو معانا استوى جميل. فلفل مفيش حاجة معجنة فيه كده. خلاص هبدأ اطفي عليه واسيبه على جنب. اعمل بقى شطة الزيت. احط زيت في حلة وانزل بطماطمايه متقطعة، وبعدين انزل عليها بمعلقة صلصة. اسيبهم يغلوا غلوة بسيطة، وبعدين انزل ب3 معالق كبار شطة بودر بالمنظر ده. عملنا كشري يبقى لازم معاها شطة الزيت. هضيف بقى معلقتين خل وكده خلاص هطفي عليها. كده تبقى جاهزت معانا. اعمل الدقة على السخن، وممكن اعملها على البارد عادي. هحط توم في حلة على النار من غير اضافة اي زيت او اي حاجة. يوم بنص كوباية ليمون.
ونص كوباية مية، وهحط لها معلقة صلصة وكمان كمون، نفس المقادير اعملها على البارد، وكده تبقى جاهزت معايا. كده خلصت، والحمص جاهز معايا، وكمان الرز فلفل وجميل، والمكرونة جهزت كمان. انا لما بصفيها بحط لها معلقة زيت في الحلة، الزيت دي بتخلي المكرونة ما تلزقش مع بعض. وكمان الصلصة جهزت معانا، فاضلي ان انا احمر البصل. وهنا البصل بقطعه بالشكل ده، ولا بحط عليه لا دقيق ولا نشا، ودي حرية شخصية. لو حابة حطي، هنزل بيه في الزيت واسيبه لما ياخد اللون، وهطلع على مصفى، مش بطلع على مناديل عشان المناديل ما تطرليش البصل. كده خلاص هيبدأ ياخد معايا اللون، هطلعه. الباقي بنفس الطريقة. بص طبق الكشري، وده المنظر النهائي. انا حمصت عيش مطرح البصل، وحطيت عليه التوابل وقطعته بالشكل ده، عيش شامي. زينته بالعيش حوالين الطبق، وكمان خلصنا الدقة اوريها لكم. لونها جميل وطعمها حلو، بس اللون زي المطاعم بالظبط. وكمان شطة الزيت، بصوا شكلها عامل ازاي، رهيبة. جربوها بالطريقة دي، احسن من المحلات. وكمان معايا الورد الذهبي ده، بيقعد معايا لتاني يوم بنفس القرمشة. طالما عملنا الكشري، لازم التحلية اللي وراه اللي ترطب حاجة تحفة وكريمية. هبدأ انزل بيه بعد الكشري ان شاء الله. بصوا المنظر عامل ازاي، كريمي وجميل ورهيب وغرقان في اللبن. ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.